كم مرة قبل ما تنام قررت انك هتبدأ من بكرة هتبدأ تشتغل على نفسك وتتعلم مهارات جديدة، هتبدأ تلعب رياضة وتقرأ كتب وتوقف سهر؟ وطبعا كلنا عارفين اللي بيحصل في اليوم التاني، بمجرد ما تصحى من النوم وتمسك تليفونك حرفيا مخك بيتفرمت، ونفضل بقى نأجل في الحاجة اللي انت عاوز تعملها بس للأسف ما بتعملهاش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الهادي الأمين. خلينا نبدأ في الموضوع على طول ونقول إن واحدة من أهم أسباب عدم البدء في أي حاجة أنت عاوز تعملها هو الخوف من الفشل أو الخوف إنك ما تكملش، واللي حرفيا كده بتكون عامل زي اللي بيتلكك لنفسه علشان ما يبدأش في حاجة بحجة الخوف. ولكن خليني أقول لك إن الخوف من الفشل يعتبر أحد أهم الأسباب اللي ممكن يوقف بعض الناس، ده ما كانش كلهم يعني، ويخليهم ما يبدأوش في أي حاجة هم عايزينها. وخليني أكون صريح معاك شوية، مين قالك إن أنت مش هتفشل؟ لازم تتقبل فكرة ان انت معرض للفشل في اي وقت، ولازم كمان تتعايش مع الفكرة دي، وتكون عارف كويس جدا انك مش لازم تنجح من اول مرة، بس في نفس الوقت انت هتستعد وهتعمل اللي عليك كويس جدا وهتتوكل على الله، وتكون عارف كويس جدا انك طول ما بتعمل اللي عليك يبقى ربنا هيوفقك في يوم من الايام. فبالتالي لازم تتخلص من فكرة الخوف وتبدأ، وبمجرد ما تبدأ هتكتشف ان انت كنت بتنظر الموضوع نظرة سطحية شوية، وهيبتدي سلوكك يتغير تجاه الحاجة اللي انت بتعملها. حاجة تانية مهمة جدا 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 قبل كمان موضوع ان انت تبدأ في الحاجة اللي انت هتعملها، وهي تحديد الاهداف. الكلام اللي انا قلته من شوية ده يمكن كان كلام عام شوية، ولكن لو تعمقنا اكتر في الشخص اللي ما بيبدأش في حاجة معينة هنلاقي ان مشكلة الشخص ده بتتمثل في ان هو مش عارف هو عاوز ايه، مش بيكون محدد هدفه كويس. وطبعا السوشيال ميديا الايام اللي فاتت اتسببت في ان انت حتى لو شخص عندك هدف وبتسعى له هتخليك دايما مشتت ومش مركز وانتباهك بيقل. فواحده من اهم الحاجات في حياتك ان انت تكون محدد هدفك كويس، تكون عارف كويس انت عاوز ايه. طب ايه اللي المفروض تعمله علشان توصل للي انت عايزه ده؟ طب ايه من اللي المفروض هتعمله ده في استطاعتك وهتقدر تعمله فعلا؟ وهتعوض اللي مش هتعرف تعمله بايه؟ كل دي حاجات واسئله مهمه لازم تجاوب عليها، تكون حاطط لنفسك كده خطه معينه او استراتيجيه وماشي عليها، وما تديش فرصه للمشتتات اللي حواليك في ان هي تسرقك وتبعدك عن هدفك من غير ما تحس. والفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون بخصوص احد اهم مصادر التشتت وعدم التركيز والانتباه، واللي حرفيا بيعمل لنا عمليه غسيل مخ كل يوم. انزل بقى اعمل اشتراك في القناه علشان تتابع الفيديوهات اللي جايه. كنا بنقول ان بمجرد ما تحدد هدفك وتتخلص من فكره الخوف اللي موجود في حياتك هتقدر انت تاخد خطوه البدايه في اي حاجه انت عاوز تعملها. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.